أنا عندي سؤالي هو: لو أنت مع شخصية والشخصية ديت حوطاك بكل اهتمام بكل حاجة، إذا كان كلام، إذا كان اهتمام واهتمام واهتمام. عارفين لما بني آدم يحس بيك حتى وانت بعيد، بيجري يعمل لك كل حاجة انت ممكن تتخيلها. بيجري يعمل كل حاجة انت تتخيلها من ألف لبعد اليه. بس المشكلة ان انت ظروفك مش هتسمح للأسف. بس انت لا انت قادر تسيب، عشان مفيش بني آدم بيعمل لك كل حاجة وانت تضيع عمرك وانت عارف ان مفيش أمل، لان في ظروف كتيرة قوي محيطة مش نافعة. ومهما تصد كأنك بتصد، فالموضوع بيرجع أزيد من الأول. ما اكدبش عليك، هو ممكن يكون فعلا الموضوع لذيذ وحلو، بس على قد ما انت بتحبه على قد ما انت مش عايز تضيع سنين عمره، لان سنين عمرك انت كده ولا كده اوريدي رايحة. على الاقل لما هينزل يجيب لك دواء مش هيعايرك اللي هو جاب لك دواء، على الاقل هو ما بيمدش ايده لحد تاني، على الاقل في حاجات كتيرة قوي، في سند بجد. في فرق حد لما تكون وقعت ويجي يسندك ما بيضغطش عليك، بالعكس ده بيريحك بشتى الطرق، ما يخليكش تدوس. لا، ده هو عايز يشيلك، يعني هو عايز يشيلك حرفيا من على الارض. في ناس تانية كتير قوي تقولك لا دوس على رجلك. اقوى استقوى. في ناس تانية ممكن تعايرك. ما اعتقدش ان الشخصية دي هيجيلها يوم ويعايرك. عشان كده من كتر ما انت بتحب الشخصية دي انت عايزها تبعد. تفهمين انا عايزة اقول ايه؟ مين قابل الشخصية دي في حياته؟ ولو قابلتها تعمل ايه؟ ومستنية منكم الإجابة وبسرعة.